في تفاصيل الأمسية المونديالية، يتكفل منتخب المغرب بالدفاع عن الراية العربية بعد أن بات الطرف الوحيد في دور ال16. أجمل الأطلس على موعد مع قمة إفريقية خالصة في مواجهة منتخب مالي بذكريات ملحمة النهائي الأخير لكأس إفريقيا للأمم. عشية القمة أكد المدرب نبيل باها أن منتخب المغرب سيدافع بقوة عن حظوظه من أجل مواصلة المشوار. أضاف أن منتخب مالي خصم عنيد، لكن أشبال الأطلس يتملكون كثيرا من الأوراق الرابحة لتحقيق الفوز وضمان التأهل. احنا مستعدين للماتش ديال غدا. الماتش اللي ما غاديش يكون سهل، يكون عندنا خصم قوي، وان شاء الله حنا دابا كندوزو بريباراسيون ديالنا مزيانه في الاجواء رائعه من بعد التاهل ديالنا، وحنا دابا واجدين للماتش ديال غدا ان شاء الله. نركز في التحضيرات على تحليل المنافس والطريقة التي يلعب بها في كأس العالم، وهل غير بعض الخطط التكتيكية مقارنة بكأس إفريقيا، ثم بعد ذلك نضع التشكيل الأنسب للمباراة من أجل تحقيق هذا الانتصار وحصد بطاقة التأهل. باعتبارها مواجهة تقليدية ستكون قمة المغرب ومالي مفتوحة على جميع السيناريوهات، لكن دعم الجماهير المرتقب حضوره بأعداد قياسية قد يصنع الفارق ويمهد لتحقيق أهداف المدافع عن راية العرب. الزميلة وردة الطيب تستكمل التفاصيل. تفضلي وردة. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. منتخب المغرب تحت 17 عاما بروح جديدة، المعطيات تغيرت وقد عاد من بعيد بعد أن كان في عيون المراقبين الحلقة الأضعف في سباق المونديال. مساء الثلاثاء عند الساعة 6:45 تنطلق قمة المغرب ومالي، تقام على أرضية ملعب منصور مفتاح في قلب مجمع ملاعب أسباير، ومن المنتظر أن تشهد حضورا جماهيريا قياسيا يؤكد وقوف المتيمين بألوان المغرب إلى جانب هذا الجيل الواعد من أجل تحقيق نصر مونديالي جديد. الآمال معلقة على الخيارات الفنية للمدرب نبيل باها. دفاتر التاريخ تحتفظ بما حدث في 19 من شهر أبريل، يومها رفع أجبال الأطلس باكورة ألقابهم في كأس إفريقيا تحت 17 عاما. جاء التتويج على حساب مالي بركلات الترجيح. النهائي الكبير الذي جرى في ضيافة مدينة المحمدية انتهى على واقع التعادل السلبي قبل أن يتألق حارس المرمى شعيب بالعروش ويدون اسمه ضمن كوكبة أبطال هذه الملحمة القارية. هذه العودة القوية في سباق المونديال وهذا الزخم الجماهيري والأجواء المثالية التي تخيم على المشهد المغربي جميعها عوامل تنشر مساحات من التفاؤل. أجبل الأطلس على خطى الشباب المتوجين بأبطال العالم في تشيلي. هكذا تبدو الصورة قبل ضربة البداية. شكرا لك وردة. في سياق متصل، هذه قراءة فنية في حضور المدرب ومحلل قنوات الكأس الرياضية المهدي كسوى المهدي. بعد التحية، آمال العرب معلقة على المغرب، ما الحظوظ في مواجهة مالي؟ أكيد تبقى حظوظ وفيرة في ظل لأنه هناك أداء متطور خصوصا بالنسبة للاعبين المنتخب الوطني. إلا مشينا مبدأ المقارنات تقريبا منذ المقابلة الأولى المقابلة الرابعة، فأكيد لأنه كان هامش التطور بالنسبة للأداء ديال الأشبال ديال الأطلس، خصوصا على مستوى العمل الجماعي، على مستوى أفكار المدرب، على مستوى التنشيط الهجومي، تطبيق أفكار دفاعية من خلال تنظيم متراص، تقريب الخطوط، وهذه ربما شكلت مراحل قوة بالنسبة للمنتخب الوطني خصوصا في المقابلة ضد المنتخب الأمريكي. من الجوانب الإيجابية هو اليوم المدرب واعي على أنه لازم على أنه يصحح بعض من الأمور. أولا التوظيف المثالي بالنسبة للاعبين، وهذه من بين الخصال الإيجابية في المدرب، دائما يتعامل مبدأ التطوير والتحسن المستمر، يعني اليوم نكون أحسن من الأمس وفي الغد نكون أحسن من اليوم، وهذه ربما نقطة إيجابية داخل المحيط ديال المنتخب الوطني. ثاني شيء هو أنه جانب الاستشفاء أو المراحل كذلك ديال الاستشفاء من أجل استرجاع الطراوة البدنية بشكل إيجابي، وهذه ربما من أجل المؤشرات اللي دائما تعطي انطباع جيد على مستوى التعامل بكيفية وإرادة كذلك وجرأة على مستوى تدبير خطة منهجية وكذلك استراتيجية واضحة على مستوى التدبير من ناحية سواء التفوق العددي سواء التفوق المركزي او سواء كذلك التفوق النوعي. فبطبيعه الحال المنتخب مالي منتخب قوي، عندنا تجارب معه، عندنا كذلك ربما سابقات تاريخيه الى استحضرنا منها فقط المقابلتين الاخيرتين، واحده تقريبا في المونديال السابق اللي فاز فيها المنتخب المالي، وواحده كذلك في المحطه النهائي في كاس افريقيا اللي عرفت الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي. فاكيد انه عده خصائص تغيرت، عده مؤشرات تغيرت، ولكن الجانب الايجابي هو انه التعامل اللي كان دائما مثالي من طرف المنتخب الوطني. طيب، ما هي القواسم المشتركه بين قمه الثلاثاء ونهائي أفريقيا في أبريل الماضي؟
اكيد انه كاين عده قواسم، اولها هو الجانب التقني بالنسبه للاعبين. ممكن على انه الجانب المهارات الفرديه بالنسبه للمنتخب المغربي والمنتخب كذلك المالي فيه تشابه كبير، حتى وانه ثقافه اللعب بالنسبه للمنتخبين ففيها تقارب، حتى على مستوى كذلك منهج اللعب. فالمالي تبدا دائما بخطه 4-2-3-1، المغرب يلعب كذلك بخطه 4-1-4-1، ولكن القاسم المشترك هو عمليه الارتجال على مستوى الشق الهجومي. دائما الاولويه في الحالات الارتجاليه والمهارات الفرديه بالنسبه للاعبين. ممكن على انه المغرب في المقابلات الاخيره تطور اداؤه على مستوى المنهج التكتيكي، وهذا يعطي دائما مساحه زمنيه بالنسبه للمغرب من اجل المناقشه بطريقه كفيله. حتى على مستوى تدبير المقابلات من ناحيه المخزون البدني، اعتبر على انه من بين ايجابيات المنتخب المغربي هو تدبيره المخزون البدني، تدبيره المحطات المقابله بالاشكال ديالها، وتدبيره كذلك المحطه ديال العامل الذهني، لانه شخصيه اللاعبين ونضج اللاعبين تقريبا مع مرور المقابلات يعطي دائما انطباع على انه جوده الافراد وجوده الجماعه داخل المنتخب المغربي تسمح له كذلك بمناقشه الامور التقنيه والتكتيكيه وحتى البدنيه. نعم سيد المهدي، ما النقاط الفنيه التي تمنح الافضليه لمنتخب المغرب العائد بقوه لسباق المونديال؟ اكيد هو كاين عده مؤشرات، من بينها اولا العامل الفردي بالنسبه للاعبين المغاربه. العامل الفردي فنقدر نوضعوه ربما على صنفين. الصنف الاول هو انه جوده الافراد على مستوى العمل الدفاعي، تطبيق افكار دفاعيه بنظام متراص بنظام تقارب الخطوط، والجميل فيها وانه كاين انسيابيه دائما على مستوى التنقل من الدفاع لوسط الهجوم، وهذا دائما مبدا اساسي في فكر كره القدم المغربيه. حتى انه على حسب منهجيه اللعب اللي دائما تمثل في 4-1 في 4-1 الادوار محدده بشكل كافي وبشكل تام بالنسبه للاعبين. فهناك لاعبين عندهم ادوار هجوميه منوطه يشتغلون على مستوى العمل الهجومي، وهناك افكار اللي متمثله في ميكانيزمات واوتوماتيزمات اللي موضوعه بشكل كافي ومثالي. وحتى على مستوى العمل الدفاعي فهناك تقريبا 5-6 لاعبين اللي محدده لهم الادوار ويدافعون بنظام ثنائيات وثلاثيات، وهذا يعطي دائما انطباع على مستوى افتكاك الكره بطريقه ايجابيه. ولكن حذاري من هذه المقابله هذه، لانها مقابله عندها خصائص ربما خاصه. اولها العامل البدني، العامل البدني مهم بالنسبه للمنتخبين معا. ثانيها هو الكرات الثانيه والكرات كذلك الثنائيه على مستوى الارتقاءات الهوائيه، على مستوى كذلك الكرات الارضيه، وهذا ربما يعطي صعوبه المقابله اللي ممكن على انه فيها تقاسم على مستوى التصنيف من ناحيه المبدا. نعم، المدرب والمحلل الفني المهدي كسوة، شكرا جزيلا لك على هذه الايضاحات. شكرا لكم. شكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم على قناه ابو عبد الحي تي في. اليوم ماشي نهار عادي، واليوم ماشي مجرد مباراه في البطوله، اليوم كاين حمل ثقيل على كتاف ولادنا، على الاشبال اللي قدروا يوصلوا المرحله ما كاينش فيها مجال للخطا. آمال العرب كاملة معلقة على المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، حيث بصراحة المغرب بقى آخر ممثل للعرب كاملين في هاد كأس العالم. تصور معايا 22 دولة عربية وبقى لينا غير هاد 11 لاعب في الأرض، والطاقم التقني اللي وراهم حاملين راية العرب وحالمين يصنعوا التاريخ. وباش يزيد التحدي، الخصم هو منتخب مالي، واحد من أقوى مدارس إفريقيا في هاد الفئة. المغرب دخل البطولة بقلب كبير، البداية ما كانتش مثالية، ولكن الروح القتالية ديال الشبان عمرها ما خيبات. شافوا الانتقادات، سمعوا كلام المحللين، وشافوا بزاف ديال الناس اللي قالوا المغرب غادي يخرج بكري، ولكن الرد جاء في الميدان، لا تصريحات لا كلام. فمباراة أمريكا شفتوا شنو داروا، شفتوا كيفاش دافعوا بذكاء، كيفاش لعبوا برجولة، كيفاش استغلوا كل خطأ وبدلوه الفرصة. هذا المنتخب رغم صغر السن كيبان عليها النضج، كيدافع كفريق ويهاجم كفريق وكيدافع على الشعار قبل أي حاجة أخرى. خليني نكون صريح معاكم، اليوم الجمهور العربي كامل من الخليج حتى للمحيط ولا كيدعي للمغرب. علاش؟ حيث المنتخب المغربي هو آخر أمل عربي في البطولة. الناس بقات كتسول واش المغرب يقدر يبقى ويمثلنا، واش الأشبال يقدروا يكتبوا التاريخ؟ وأشبال الأطلس جاوبوا بطريقة واحدة، احنا جاهزين وما بغيناش نخيب امل حتى شي عربي. ما اجمل انك تمثل وطنك، ولكن ما اصعب انك تمثل امه كامله. دابا نوصلوا لمربط الفرس، المنتخب المالي. هذا المنتخب ماشي خصم سهل، منضبط تكتيكيا، قوي بدنيا، وسرعه ديال لاعبيه خطيره. وزيد عليها حاجه مهمه، مالي داخل المباراة وعينها غير على الثأر. علاش؟ لأن المغرب سبق وضربهم في نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، حرم عليهم اللقب ورجع الكأس للمغرب. وصدقوني المنتخبات الإفريقية عمرها تنسى هذه الأمور. اليوم مالي غادي يدخلوا المباراة بحل لا نهائي آخر، باغين يردوا الدين وباغين يبينوا أنهم كانوا يستحقوا البطولة. باش المغرب يخرج بنتيجة إيجابية خاص يكون هادشي كامل، تركيز 90 دقيقة بلا توقف. مالي فريق ما كيمزح، وخطأ صغير يقدر يكلف هدف. دفاع منظم بحال مباراة أمريكا، الخط الخلفي خاصو يبقى ثابت بلا ارتباك وبلا تدخلات متهورة. وسط ميدان قوي،
الخصم كيضغط بزاف واي تهاون في وسط الميدان غادي يعطيهم افضليه. المغرب معروف بهذا السلاح، خصوصا لعب الاطراف. فرصه واحده تقدر تغير كل شيء. حيث تلعب على الدفاع بوحده ما يكفيش، خاص الجرأة. خاصك تخرج تلعب وتقول احنا جايين باش نربحوا، ماشي باش نتفرجوا. الاشبال اليوم صغار في العمر ولكن كبار في المسؤوليه. كاين ضغط كبير عليهم. 1 ضغط تمثيل المغرب، 2 ضغط تمثيل العرب، 3 ضغط الثأر المالي، 4 ضغط الاعلام، 5 وضغط الجمهور اللي بغى يشوف انجاز جديد. ولكن هذا الجيل باين عنده شخصيه قويه، ما كيخافوش من الضغط، بالعكس كيحولوا هذا الضغط لطاقه. هنا كيجيو دورنا احنا الجماهير المغاربه والعرب كاملين. خاصنا نقفوا مع هاد الشبان، ندعموهم، نشجعوهم ونوريهم باللي ماشي بوحدهم في هذه الرحله. اليوم الرايه العربيه مرفوعه في ايد المغرب، اما نكملوا الطريق ولا نطيحوا بشرف. ولكن الاكيد الاشبال غادي يديروا كل شيء باش يفرحوا هذه الامه كامله. قولوا لي في التعاليق شنو توقعاتكم؟ واش غادي نشوفوا المغرب في دور جديد؟ واش الاشبال غادي يديروها مره اخرى ويردوا مالي بحال نهائي افريقيا؟ ما تنساوش تديروا لايك وتشتركوا في القناه وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم باش يوصل لاكبر عدد من المغاربه والعرب. وخليونا على وعد، مباشره بعد المباراه غادي ننزلوا ملخص كامل وتحليل مفصل ان شاء الله. بالتوفيق لولادنا وبالتوفيق للرايه المغربيه.